مصري ب3 جنسيات، اب مصري وام تونسية والعيشة في فرنسا. لعب لمعسكر الشباب الفرنسي ونشأته كانت في باريس سان جيرمان، وبعد كده راح يلعب في درجة تانية ودرجة تالتة، بس العيون كانت عليه من البداية. هيثم حسن المنضم لمنتخب مصر حديثا. طبعا كلنا شفنا هيثم حسن في ماتش السعودية، الماتش اللي لا غبار عليه من جميع لاعبين المنتخب. عملنا اداء فوق اكبر من المتوقع واكبر من العادي. منتخب السعودية منتخب كبير ومحترم، وطبعا احنا عارفينه كل نجوم الدوري السعودي من الدوريات القوية في العالم، يمكن السادس والسابع كمان، اكبر من الدوري المصري عشان نكون واصلين بالصورة. ان احنا نلعب ماتش زي ده ويبقى مفاجأتين اتنين، واحد زي الواد الجديد اسلام عيسى ويجيب الجون الاول، وتريزيجيه ولعب زيزو واداؤه، وجود هيثم حسن بعد نزوله وتغيير شكل المباراة 180 درجة. احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش لاعب بيمسك الكرة يروح 1 على 1 ويرقصه ويعدي بيه ويخش جوه الصندوق ويعمل ضربات جزاء ويعمل خطورة ويباصي ويعمل فرص. انت بتلعب مع هيثم حسن عارف انك هتوصل للجون كل 5 دقايق، انت محتاج مهاجم فت يترجم كل الفرص اللي هتجيله من هيثم حسن. احنا كمنتخب دلوقتي هنلعب ازاي؟ احنا هنلعب هيثم حسن باك، هنلعبه جناح يمين، هنلعب مرموش جناح شمال، هنلعب محمد صلاح صانع ألعاب، شوية هجوم شوية دفاع، هنلعب مصطفى محمد ونشوف مهاجم كمان نلعبه معاه جوه الصندوق. ورا بقى اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن ما تبوظش الهجوم بتاعك. هيثم حسن يلعب هنا، ما ينفعش يقعد، وما ينفعش محمد صلاح يقعد، الاتنين يبقوا في الملعب. تمام كده؟ تريزيجيه يقعد ماشي، مرموش يقعد لا. انما احنا جالنا واد يعني بالصلاة على النبي، واد فت. احنا كنا محتاجين الصفقة دي من زمان، محتاجين كمان مهاجم زيه كده، ويبقى خلاص كده جبرت ان شاء الله نروح كاس العالم. مش عارف هنعمل ايه بس هنأدي.